لو قلت لك الاتحاد السوفيتي وروسيا دول دولتين مختلفين هتضحك عليا، صح؟ طبيعي، لأن أغلبنا بيشوفهم وجهين لعملة واحدة. بس الحقيقة دي قصة انهيار إمبراطورية، ووريث بيحاول يلم الشتات، وعيلة كبيرة اتفرقت وكل واحد راح في حاله. إيه الفرق بين الاتحاد السوفيتي وروسيا ودول الكومنولث؟ دي مش دول، دي 3 مراحل في عمر دولة ضاعت: مرحلة القوة المسيطرة، مرحلة الوريث المتفاخر بماضي أبوه، ومرحلة الخرابين اللي بيتصاحبوا وبيفترقوا. هنعدي على ال3 دول عشان تفهم ليه أوكرانيا مهمة، وإيه الخارج القريب اللي بتسمع عنه، وليه روسيا لسه عايشة في جرح انهيار إمبراطوريتها لحد النهاردة. اتفضل معايا. الاتحاد السوفيتي، الكيان العملاق اللي عاش بينا بمبدأ أنا واخدها بالإزاز. الاتحاد السوفيتي يا باشا كان حاجة تانية خالص، ما تقدرش تقول عليه دولة بالمعنى العادي. كان أكتر حاجة تقدر تقول عليها أنها إمبراطورية أيديولوجية. ظهر بعد ثورة 1917 البولشفية، وقعد من سنة 1922 لحد 1991. دولته ما كانتش روسيا بس، لأ، كانت اتحاد فيدرالي مكون من 15 جمهورية اشتراكية، منهم روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، دول البلطيق، إستونيا، لاتفانيا، ليتوانيا، دول القوقاز زي جورجيا، أرمينيا، أذربيجان، ودول آسيا الوسطى زي كازاخستان، أوزبكستان. بس الفكرة إن كل الدول دي كانت تحت سيطرة حزب واحد، هو الحزب الشيوعي السوفيتي، اللي مركزه وسلطته الحقيقية كانت في العاصمة موسكو اللي في روسيا. مبدأ الحكم كان الاشتراكية والصراع الطبقي وتصدير الثورة، وكان في تخطيط مركزي لكل حاجة. المصانع في أوكرانيا تنتج كذا، والقطن في أوزبكستان يروح لكذا. الجيش كان موحد، المخابرات KGB كانت موحدة، السياسة الخارجية كانت وحدة بقالب واحد. باختصار، الاتحاد السوفيتي كان كتلة وحدة متماسكة قائمة على فكرة سياسية وعقيدية واحدة، وإن كانت الجمهوريات التانية فيه ما كانش عندها استقلال حقيقي، وكانت العلاقة فيها شوية قمع وشوية هيمنة تحت شعار الأخوة الاشتراكية. كان عملاق بينقض على العالم في الحرب الباردة ضد أمريكا، وكان ليه وزنه وهيبته ومخاوفه. روسيا الاتحادية، الوريث الشرعي اللي لسه بيفك إيده من ورطة إرث أبوه. ده الابن الوريث اللي قلنا عليه. بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي، روسيا الاتحادية ظهرت كدولة قومية مستقلة، يعني مش دولة أيديولوجية ولا إمبراطورية، لكن دولة عادية زي أي دولة في العالم، مركزها الشعب الروسي والأرض الروسية والتاريخ الروسي. هي خدت حوالي 75% من مساحة الاتحاد السوفيتي القديم، و50% من عدد سكانه تقريباً، وأكثر من 80% من قدرتها العسكرية، خصوصاً الأسلحة النووية. النظام فيها بقى جمهوري فيدرالي، بس برضه رئيسي قوي قوي، واقتصادها توجه ناحية الرأسمالية والسوق الحر. ولو كان في أوليغارشية، يعني لصوص كبار، استولوا على حاجات الدولة في الأول. الفرق الأهم إن سياسة روسيا بقى ليها تركيز مختلف، مش تصدير الثورة الشيوعية ولا حماية الكتلة الشرقية، لكن حماية المصالح القومية الروسية والدفاع عن الناطقين بالروسية في الدول اللي حواليها، الجمهوريات التانية اللي استقلت، وإعادة بناء النفوذ في الخارج القريب، مصطلح بيستخدموه لوصف دول الاتحاد السوفيتي السابق. يعني العلاقة بقى دول ضد دول، مش مركز ضد ولايات. روسيا دلوقتي بتتعامل مع أوكرانيا أو جورجيا أو كازاخستان على إنهم ذات سيادة، ولو في نزاعات بينهم مش ولايات تابعة ليها. هيبتها مستمدة من قوتها العسكرية والطاقية، الغاز والنفط، مش من أيديولوجية جاذبة. هي محاولة من روسيا إنها تبقى قوة عظمى حديثة، بس بإرث ثقيل جدا من الماضي السوفيتي ومن علاقات معقدة مع جيرانها. دول الكومنولث المستقلة، العيلة اللي اتفرقت وبتتخانق على الميراث. دول دي حتة تانية في القصة. لما الاتحاد السوفيتي انهار، الدول ال15 اللي كانت مكونة منه استقلت كلها، بس علشان ما تقعش في فوضى وحاجات عملية زي الاقتصاد والحدود والجيش، 11 دولة من ال15 ما عدا دول البلطيق ال3 وجورجيا في الأول وافقوا يؤسسوا منظمة سنة 1991 اسموها كومنولث الدول المستقلة، أو دول الكومنولث بالروسية سيهانيجي. الفكرة من المنظمة دي في الأول كانت تسهيل الطلاق السلمي والتفكيك المنظم للإرث السوفيتي، تقسيمة الديون، تقسيمة الأسلحة التقليدية بس النووية رجعت لروسيا، استمرار التعاون الاقتصادي وشبكات النقل والطاقة. يعني ما كانش اتحاد جديد، لأ،
ده كان نادي خريجي الاتحاد السوفيتي. بس مع الوقت كل دولة منهم راحت في اتجاه، بعضهم بقى قريب من روسيا جدا وعضو في تحالفات عسكرية معاها زي بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، والبعض التاني بقى عايز يبعد عن روسيا ويقرب من أوروبا والناتو زي أوكرانيا اللي خرجت من الكومنولث بعد 2014، جورجيا، أذربيجان. فالكومنولث دلوقتي منظمة شكلية ضعيفة جدا، مش هتلاقي ليها تأثير حقيقي، هي مجرد تفكير بالماضي المشترك، لكن كل دولة فيه ليها سياساتها ومصالحها الخاصة. الفرق الأكبر إنها مجموعة دول ذات سيادة كاملة، مش أجزاء من دولة واحدة زي ما كانوا في السوفيتي. العلاقات بينهم علاقات دولية رسمية فيها تحالفات وخلافات وتجارة، ومش تبعية لدولة واحدة. شايف الاشتراك اللي في الزاوية اللي بيسكن فيها الشيطان؟ الأزرار دي متخبية في الزوايا اللي حتى الشيطان بيتوب فيها. روح دوس على الاشتراك واللايك وخليهم يسمعوا صوتك.